أهلا بيكم في حلقة جديدة من المراجعات النفسية للأفلام والمسلسلات المصرية. المرة اللي فاتت كان عملنا حللنا فيلم آسف على الإزعاج وأحمد حلمي كان عنده فصام. المرة دي فيلم مختلف خالص، المرة دي فيلم عصابة الدكتور عمر. خليك معانا. فيلم عصابة الدكتور عمر بطولة مصطفى قمر وياسمين عبد العزيز ولطفي لبيب. الفيلم بيدور حوالين عمر طبيب نفسي كان عايش بره وجاي مصر هنا عشان يطبق الطريقة العلاجية بتاعته، ولكنها غير مناسبة في مصر. هو عايز يعالج المرضى بالصدمة. يعني ايه؟ يعني لو شخص بيخاف من حاجة معينة هيحطه في الموقف ده ويعمله الصدمة المعينة دي علشان يتخلص من المرض اللي عنده ده. ولكن ده ما ينفعش في مصر. كان عمر كل ما يجي يعمل حاجة تزيد منه، كل ما يجي يحط المريض في موقف معين يزيد منه، كان ده بيخليه يتحط في مشاكل كتير قوي. كان بيروح القسم كتير قوي، فيروح لطفي لبيب في الفيلم اللي هو الدكتور بتاعه او المشرف على رسالة الدكتوراه بتاعته، يروح يجيبه من القسم، كل شوية يروح يجيبه من القسم، كل شوية يروح يجيبه من القسم. كان في نوعين من الفوبيا في الفيلم ده. اول حاجه، يعني ايه فوبيا؟ الفوبيا هي الخوف الشديد او الخوف المرضي من شيء معين، مجرد انك ممكن تفكر فيه بس تخاف جدا. زي نوعين من الفوبيا كانوا في الفيلم: الفوبيا من النار والفوبيا من الاماكن العاليه. الفوبيا من الاماكن العاليه جسد الدور ده ادوارد، والفوبيا من النار جسد الدور ده خالد سرحان. والاثنين بصراحه عملوا الادوار بتاعتهم كويسه قوي. التركيز كان على الفوبيا حلو جدا جدا، قدر يوضح لنا الفوبيا باشكال معينه منها. خالد سرحان وادوارد انا في رايي الشخصي ان هم مثلوا الادوار بتاعتهم كويسه قوي. فعلا كانوا رغم ان كان في شويه مبالغه، ولكن فعلا كانوا بيوصلوا فعلا فكره قد ايه الفوبيا دي مرض نفسي خطير. ونكمل في احداث الفيلم ان دكتور عمر بعد ما خرج من القسم اخر مره والدكتور بتاعه جابه وعزمه بره، شاف ياسمين عبد العزيز، ولكن شافها وهي بتسرق. بدأ يركز معاها قوي ايه اللي بيحصل، عايز يعرف هو كطبيب نفسي عايز يحلل السلوك ده ايه اللي بيحصل. وهنا بقى الفيلم بيركز لنا على مرض الكليبتومينيا او مرض السرقه، وده اللي هنكمل فيه احداث الفيلم اللي جايه. وده الفيلم ركز على المرض ده اكتر من الفوبيا. لو ركز على الفوبيا وركز اكتر على الكليبتومينيا. طب ايه هو الكليبتومينيا او ايه هو مرض السرقه؟ وفقا لسايكولوجي توداي، تعريف الكليبتومينيا او مرض السرقه هي سرقه الاشياء التي ليس لها قيمه على الاطلاق. وفي الغالب ان بعد المريض بعد ما بيسرق الحاجه دي اللي هو اصلا مش محتاجها بيتخلص منها، لانه هو اصلا مش محتاجها. وفي الغالب المرض ده بيصيب اغنياء، يعني مش محتاجين اصلا ان هم يسرقوا. فيلم عصابة الدكتور عمر فيلم علمي ونفسي سليم، مفيش اخطاء علميه ولا اخطاء نفسيه. انا شايف ان هم ركزوا على الفوبيا وعلى الكليبتومينيا، اللي الكليبتومينيا محدش ركز عليها خالص في الافلام. ولكن انا سعيد بالفيلم ده جدا. تقييمي لفيلم عصابة الدكتور عمر 8/10. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو وتدعمني، تعمل كمان شير لاصحابك. وكمان لو انت مش مشترك لسه في القناه لازم تشترك في القناه وتدوس على سبسكرايب تحت، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها.